أدهم شاب فقير عايش في حارة ضيقة، شغال شغلانات بسيطة عشين يساعد أمه وأخته سرة بعدما أبوه مات في حادث غامض. في يوم يرجع البيت يلاقي الباب مكسور وأخته مخطوفة، وعلى الحيطة علامة غريبة على شكل مخلب. من اللحظة دي حياته اتغيرت. أدهم يبدأ يسأل في كل مكان، لحد ما يعرف إن في منظمة سرية بتخطف الشباب وتستخدمهم في قتال غير قانوني. يحاول لوحده يدخل عالمهم لكنه يتكشف، يتم خطفه ويرموه في سجن تحت الأرض. هناك يتعذب، ويقابله واحد اسمه شهاب، مدرب قديم في المنظمة كان محبوس لأنه حاول يهرب. شهاب يشوف في أدهم شجاعة مختلفة، ويبدأ يدربه على القتال الحقيقي وعلى التحكم في الخوف، ويقوله: لو عايز تنقذ أختك لازم تبقى وحش. بعد شهور تدريب قاسي، المنظمة تأخذ أدهم وتحطه في أول اختبار قتال. الخصم عملاق، الناس بتشتمه وتقول هيموت. أدهم في الأول يتدرب جامد، لكن يتذكر تدريب شهاب ويستغل سرعة وحركته، وفي لحظة يقلب القتال ويكسب. الجمهور يندهش. من اليوم ده اسمه ينتشر. الزعيم رائد يسمع عنه، ويخليه يدخل المستوى العالي من القتالات. هناك يتعرف على فارس، شاب طيب لكن جبريته عالية، يبقوا أصحاب ويتعاهد يساعد بعضا. سرة الاسم مفقودة، وأدهم يبدأ يلم معلومات إنها في الفيلا السوداء مكان سري محدش يعرفه. في قتال تاني، فارس يخسر لكن أدهم يتدخل وينقذه، ورائد يشك إن أدهم عنده هدف غير القتال. يبدأ يراقبه. أدهم يمثل الولاء لكنه في السر بيجهز خطة هروب. يجي اليوم الأهم. رائد يرتب عرض كبير، والجمهور مليان ورجال أعمال قاعدين. يقول لأدهم: هتقاتل أسد. كل المقاتلين يخافوا، مفيش حد قبل كده واجهه وفضل عايش. الباب الحديد يتفتح، والأسد يخرج. أدهم واقف لوحده في الساحة، مفيش سلاح، مفيش مفر. الجمهور يصوت. الأسد يقرب، يدور حواليه ويزأر، وكل ثانية ممكن ينقض. أدهم يتذكر كلام شهاب: الوحش اللي جواك أقوى من أي وحش براك، يثبت مكانه، ما يتحركش. الأسد يزأر في وشه، لكن أدهم يفضل ثابت. الأسد يهجم فجأة. أدهم يلف بسرعة ويتفادى هجوم الأسد في آخر لحظة. الرمل يطير من تحت رجليه. الجمهور يصرخ، والأسد يرجع يهجم تاني بعنف أكبر. أدهم يستخدم الأعمدة الحديد اللي في ساحة القتال ويتسلق بسرعة. الأسد يخبط العمود بقوة، لكن أدهم ينط فوق ظهره لحظة واحدة ثم يقفز بعيد. رائد يتفاجأ من سرعة أدهم. باقي المقاتلين يبصوا بإعجاب وخوف. أدهم يعرف إنه لو فضل يهرب هيتعب، فيقف قدام الأسد وجها لوجه. يتنفس ببطء، يطالع الأسد في عينيه بدون خوف. الأسد يقف مكانه للحظة، ثم يهدأ. الجمهور يندهش. أول مرة في التاريخ أسد يهدأ قدام مقاتل. أدهم يمد أيده ببطء. الأسد ما يهجمش. المشهد يبقى أسطوري. رائد يقوم واقف ويصفق، ويعلن قدام الجميع: من النهارده أدهم مش مقاتل. أدهم واحد من رجالتي. أدهم يستغل الفرصة ويدخل الدائرة الداخلية للمنظمة. يحضر اجتماعات، يسمع أسرار، ويعرف إن الفيلا السوداء موجودة في منطقة جبلية برة المدينة. في نفس الوقت، فارس يتم مسكه وهو بيحاول يهرب، ويتخذ على القبو ويتعذب عشان يقول إذن في حد بيساعده. فارس يتحمل ومنقش. أدهم يقابل راجل غريب اسمه نايف، كان حارس قديم للزعيم.
عنده معلومات كتير ووشه مليان جروح. نايف يشك في أدهم في الأول، لكن بعد موقف بينهم في مهمة خارجية، أدهم ينقذ حياته من كمين، فيقتنع نايف إنه مختلف عن باقي المقاتلين. نايف بهدوء يقوله: أنت مش جاي تقاتل، أنا جاي تدور على حد. أدهم يسكت. نايف يكمل: الفيلا السوداء فيها حد يهمك صح؟ هنا أدهم يفهم إن نايف يعرف الطريق، لكن في شرط واحد. نايف يقوله: هساعدك، بس لازم قبل ما ندخل الفيلا تقتل رائد بنفسك. نايف بطلع كأنه تكلم من جيل تاني، صوته واثق ومليان مرارة. لو هتخلص الموضوع لازم يكون بيقين. رائد لو مات الدنيا تتقلب، بس لازم تتقتل منه قدام ناسه عشان يتأكدوا إن اللي يقف في وشهم ما يتعبهمش. أدهم سكت فترة، قلبه بيلف بسرعة، صورة سارة قدامه بتحرك كل حاجة جوانا. بعدين قلب هدوء. تمام، في قلبه حاجة ماتت، بس إيده معاه. نايف ابتسم ابتسامة نصها ألم ونصها رضا، وعرف إن بدأ في صناعة أداة انتقام. أدهم بدأ يبني تمثيلية قدام رائد وباقي الرجال، بقى دايما يبان إنه يتعلق بالسلطة، إنه جاهز يعمل أي حاجة عشان يثبت ولاءه. في نفس الوقت في الليل، نايف وريم وشهاب بيشتغلوا على خطة للهروب والخطف المعاكس. ريم كانت ذكية، بتعرف طرق التهريب، وخططت لفريق صغير يدخل الفيلة من غير ما حد يحس. في ليلة فيها مطر، اتعمل موعد للعرض الكبير في فيلة رائد الكبيرة، اللي تعرفت بين الناس باسم الفيلة السوداء. كان في حفلة كبيرة، ضيوف من مال وأهل التجارة السوداء، وكل الحكاية معمولة كغرض اجتماع بيتحرك فيه رائد ويدوره. أدهم اتصنع جنون وحب الظهور. رائد حب يظهره قدام ضيوفه وقال له: الليلة هتفرج علينا ونشوفك بتقاتل في ملاعبنا السرية، بعد كده هنعملك مفاجأة. نايف دخل عليه في نص الضجة ودقه في ودنه: اللي هنعمله إن نخطف واحد من رجاله ونعمل فوضى بسيطة، وفي الفوضى هتنقلهم لطريقة نقدر نقترب بيها من الغرفة اللي فيها سارة. نايف عطاه خطة مفصلة: باب تهريب خلفي، كاميرات لها طعم، رجال بعلمهم يدوروا على دخان وحركة، وواحد يشتري ثقة حراس البوابة. الليل جه والفيلة كانت منورة زي قصر. ريم ونايف وشهاب في أماكنهم، كل واحد لابس لبس خفي، ومعاهم كابلات ومخارج وكاميرات مزيفة. أدهم دخل القاعة الكبيرة، لعب الدور ببراعة، اتصنع إن هو واحد مخلوع كل القيود ومستعد يعمل أي حاجة لإرضاء رائد. المشهد اتبدل فجأة لما حد واحد من الضيوف عمل مشكلة قدام الناس وبدأوا يتدافعوا. ده كان الإشارة. نايف وريم فتحوا الباب الخلفي ودخلوا من تحت. ريم فتحت قناة تهوية قديمة كون الطريق للملحق الخلفي للفيلة. شهاب دخل من الجهة الأخرى وقطع ذراع الحراسة برشاقة. أدهم لعب دوره لحد ما وصل لغرفة الاجتماعات. الباب كان حديد ثقيل فيه قفل إلكتروني. نايف صاح في أذن أدهم: أنت دورك دلوقتي تخطف الانتباه، خليهم يجوا وراك. أدهم خرج وبدأ يصنع صراع صغير، رفع صوته، كسر كرسي، اتخانق مع واحد من الحراس، وفعلا الناس جت تتفرج. في نفس الوقت ريم وغرفة الخطف الصغيرة فتحت ودخلت الممرات السرية. كام واحد من حراس الفيلة لفوا عليهم، لكن شهاب كان أسرع، كبت الضجيج بالهدوء الشديد. نايف دخل للسجن اللي كان فيه فارس بس. فارس كان مربوط، وجهه لونه شاحب، لكنه لما شاف نايف ساب دمعة صغيرة. نايف كلمه: أدهم خط خطوة للأمام وعيونه مركزة في وش رائد. رائد ضحك ضحكة قصيرة وطالع عليه بالبارودة كأنه بيصور مشهد قدام الجمهور. اتفرج يا كلاب، هتشوفوا النهاية لوحدها. أدهم مسك المسدس اللي كان في جيب جلبابه وصاح بصوت مبحوح: إيه اللي عملته فيها؟ رائد رد ساخر: أنا عملت اللي لازم، الدنيا ماشية والمصلح لازم يتدفق. في ثواني الدنيا تقلبت. رائد ضغط على زر أخضر صغير جنب الشاشة.
كان ده ترايجر لفتح باب زنزانة سرية بعيدة. الشاشة قلبت وطلعت صورة غرفة مظلمة مسافة، بس موضحة إن المكان اللي كانت فيه سارة مش قدامي خالص. أدهم ترنح من الصدمة، قلبه وقع، لكن نظرته ما زالت حادة. رائد قال: كنت محتفظ بيها كضمان، لعبت بيها شوية في عروض وبعتها واتنقلت، ولو حبيت هتلاقيها تانية. أدهم زفر بقوة وصرخة داخله انفجرت: فينها؟ رائد ببرود: مش شغلتك دلوقتي، المشهد هنا للدرس، كل واحد عنده ثمن. أدهم متحركش، وفي نفس اللحظة نايف دخل من جنب الستار وعيونه بتقطع المكان. ريم وصوتها وقع من خلفه: ادخل بصدر ثابت، احنا وراك. أدهم تقدم، وخطوة ورا خطوة راح لحد ما بقى قدام رائد ب20 سنتيمتر. رائد مد المسدس فجوة صغيرة ناحية صدره وقال: امسك نفسك ولا هشغلك الطلق. أدهم ببرودة مفاجئة رد: اطلق. الرصاصة اتثابت لكنها ما كانتش لصدر رائد. أدهم كان عمل حركة سريعة وخطف المسدس من رائد قبل ما يضرب، وفي نفس اللحظة نايف صفره ضربة على واحد من الحراس اللي كان رايح يطلق رصاص، وريم وهبت تشيل الكاميرات. الفوضى فجرت، طالعة زي لعنة. أدهم وسع خطوته وسبق كل الناس، خد رائد من رقبته وسحبه للنور قدام الجمهور كله. رائد حاول يهرب، لكن أدهم مسكه جامد وقال بصوت عالي واضح للجميع: اللي عمل كده مع ناس كتير هيشوف نفس المصير. رائد حاول يبص لجمهوره عشان يلاقي دعم، لكن العيون حوالين بدأت تخوفه بدل ما تدعمه. نايف وناحية المخرج الخلفي كانوا بيشتغلوا على إخراج سارة، لكن فجأة ظهر واحد من الضباط الحاضرين، واحد كان متعاون مع المنظمة وهو جاي مع مجموعة من المسلحين. الكلام استقل والدنيا رجعت توتر. أدهم حس إن الحل الوحيد إنه يعمل حركة كبيرة تخلي الناس تختار. قرر يميت الاقتتال بعمل واحد: فضح رائد قدامهم بدم بارد. مسك المايك اللي كان على المنصة، وقف على منصة صغيرة وعينه على رائد. الواد ده اختطف ناس، باع أطفال، وبيع حياة الناس علشان فلوس. رائد حاول ينكر، لكن نايف وريم وشهاب جابوا ملفات وصور وملفات صوتية من تليفونات مسجلة وطرحوها على الشاشة. الأصوات والبراهين وقعت واحد ورا التاني، ووجوه الضيوف اتغيرت. واحد ورا التاني بدأ يهرب أو يتحاشي يبص. في لحظة الغضب والعار، رائد حاول يهرب باتجاه درج الطوارئ. أدهم لحقه. بعد مطاردة قصيرة في أروقة الفيلة وإضاءات تمضت، اتقابلوا في سلم ضيق. رائد مد سكين صغير فجأة وطعن نايف في كتفه، لما نايف حاول يمسكه والكتيفة دم. نايف وقع وصاح بصوت مكسور: كمل يا أدهم، خلصها. أدهم ما فكرش كتير. في لحظة سريعة وقاسية دارت اشتباكة، وأدهم ضرب رائد بقبضة قوية على وجهه، وسقوط رائد كان بصوت العالي في الجم. رائد حاول ينهض، لكن أدهم ركب الضربة الثانية واللي بعدها، والرجل اللي كان ماسك السلطة طاح على الأرض. أدهم ركب فوقه وجذبه من قميصه ونفخ في وجهه بصوت واحد: ده ثمن اللي عملته. بعد كده اللكمة الأخيرة جات من غير رحمة. القاعة سكتت. صوت السكون كان أكبر من الصراخ. رائد ما نطقش غير تنفسات قصيرة. على المنضدة جنبهم واحد من الضيوف حاول يتدخل، لكن نايف الهواء الأخير في رئته حاول يمسك الحارس ويشده. انقلوا سارة بسرعة. نايف وقع مغشيا عليه والدم ينزل من كتفه، بس الابتسامة اللي رانت على وجهه كانت كأنها تسليم. في تلك اللحظة صوت ريم على الموبايل جه واضح: إحنا طلعناها من الزنزانة، هي قدام الباب الغربي. أدهم ركض، رجل تانية دقيقة، قلبه بتطير من صدره. دخل الممر الضيق ولقى باب حديدي صغير بيتفتح على هدير الرياح الباردة. ورا الباب في غرفة صغيرة مزعجة لقاها سارة، عيونها كبيرة من الرعب. أدهم جرى ليها بسرعة، شال القيود عن إيدها وضمها لنفسه. سارة بكت بكاء طويل، دموعها اختلطت بفرحة ما حدش يقدر يوصفها. أدهم همس في ودنها: مفيش حاجة هتحصل لك تاني، أنا هنا. سارة تمسكت بيه والدموع في عيونها كانت أقوى من أي خوف. في نفس اللحظة ريم دخلت عليهم مسرعة وقالت: مستعدين؟ لازم نخرج بسرعة قبل ما باقي الحراس يعرفوا.
أدهم مسك أيد سارة ونايف حاول يثبت نفسه من على الأرض. امشوا ورايا، أنا هغطيكم. خرجوا من الممر الخلفي للفيلة. أضواء القمر مضاءت على الطين والمطر اللي نزل فجأة، والشوارع فاضية تقريبا بسبب الفوضى اللي حصلت جوا. فارس كان واقف مستنيهم عند سيارة مظللة جاهزة للهروب. أدهم، سارة وريم وفارس دخلوا العربية. نايف اتأخر شوية عشان يبعد الحراس، وفي اللحظة الأخيرة ركض وركب معاهم. السيارة انطلقت بسرعة، صوت المحرك والطرقات المبلولة يمزج مع صوت المطر، وعيون أدهم كانت ثابتة على الطريق. قلبه مازال بيتخبط من الأحداث اللي حصلت. بعد دقائق وصلوا لمكان آمن بعيد عن الفيلة. كل واحد نزل من العربية وبدأ يلتقط نفسه من التوتر. أدهم مسك سارة وقال: آمنين دلوقتي، مفيش حد هيقدر يمسنا. سارة عرفت إنها أخيرا حرة. دموعها نزلت وابتسمت لأول مرة من سنين. ريم شافت أدهم وفارس ونايف وقالت: المعركة خلصت، بس الطريق لسه طويل. أدهم بص لهم بثقة: اللي حصل ده بس البداية. كل اللي ظلمنا هيتحاسب، وكل واحد واخد حقه هيفضل واقف. الليل هادي، المطر ساكت، والنجوم قليلة، لكن في قلب أدهم شعور بالقوة والانتصار لأول مرة. الأسد اللي تعلم منه السيطرة والخوف أصبح رمز ليه، والآن هو وحوشه أصبحوا معاه. النهاية.